الانتخابات دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتقاء يقوم بالشعب المصري، يقوم به الشعب المصري لمن سيمثلوه. انا عايز اقول لك، لو انا جيت اديتك انبوبه بوتاجاز او اديتك بون او اديتك فلوس او اديتك اي حاجه عشان تختار واحد غير صالح، الثمن ده انت اقل، انت خدت ما خدتش حاجه. انت ايه؟ ما خدتش حاجه. انت ما خدتش حاجه. المبلغ اللي انت خدته ده ولا حاجه، ده ما يساويش حاجه في انك انت تمكن انسان غير صالح وتخليه هو صوتك وصوت المصلحه بتاعت بلدك تبقى في رقبته. لو انت عندك من الوعي يا احمد وفاهم قد ايه اهميه انتقائك واختيارك لناس نجيبه وشريفه ومخلصه وامينه وواعيه ومتعلمه، قد ايه ده غالي قوي وما يتقدرش بدايله باي مقابل، ده وعي اخر. وعي اخر. ليه؟ النهارده انت بتقول في الانتخابات ديت بلاش اجيب البرلمان خالص، على مستوى الرئيس فلوس وانتخبني او انتخب فلان، وده مش كويس. اوعى تعمل كده، ده وعي. ليه؟ انت هتمكن حد من مستقبل 120 مليون وهو احمق او جاهل او متخلف او متردد او مش فاهم او مش جاهز. ازاي؟ ده يقلقك جدا. تصدق يا احمد؟ ايوه فندم. والله لو انت جيت تنتقل مصر سواء في البرلمان او في الرئاسه او في اي وظيفه من الوظائف الكبيره اللي هتؤثر على البلد ديت، تخليك تفكر بدل المره 100 مره، واكنه جاي لاخت من اخواتك عريس وانت بتفحصه. اقول تاني؟ هقولها تاني. لو انا يا احمد فاهم كويس قوي مقتضيات الحفاظ على الدوله ديت، وان اللي هيتولى مسؤوليتها ويشيلها في رقبته، لو انا بصوتي ده وانا ما استقلش صوتي اقول ايه؟ انا واحد من كام مليون. لا، انا هعمل اللي عليا. انا احمد هعمل ايه؟ اللي عليا. هعمل اللي عليا. انا هختار على قد ما انا فهمت وبحثت، وده بقى سهل دلوقتي ان الشخصيه دي تمثلني في البرلمان او الشخصيه دي ممكن تتولى مسؤوليه الدوله ديت.